السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يصنف مرض السكري إلى 3 أنواع حسب تصنيفات منظمة الصحة العالمية. السكري من النمط الأول. من السمات المميزة لهذا النوع كان يعرف باسم السكري المعتمد على الأنسولين. قلة إنتاج مادة الأنسولين مما يؤدي إلى تعاطي الأنسولين يوميا. ولا يعرف سبب مرض السكري من النمط الأول، ولا يمكن الوقاية منه حسب المعرفة الحالية الحديثة. السكري من النمط الثاني كان يسمى سابقا باسم السكري غير المعتمد على الأنسولين بسبب استخدام الجسم لمادة الأنسولين بشكل غير فعال، وإن 90% من الحالات المسجلة حول العالم هي حالات من النمط الثاني. سكري الحوامل. يماثل سكري الحوامل النمط الثاني من السكري في العديد من الأوجه، فمثلا يتشابهان في قلة الأنسولين النسبية وضعف استجابة الجسم لمفعول الأنسولين، ولكن يختفي أو تتحسن حالة الأم بعد الولادة. وعلاج مرض السكر بالطرق الطبيعية هي الشاي الأخضر. يحتوي على البوليفينول، وهو أحد مضادات الأكسدة ونقص نسبة السكر في الدم، ومركب قوي يساعد في السيطرة على الإفراج عن السكر في الدم، ويساعد الجسم على استخدام الأنسولين بشكل أفضل. ضعي كيس من الشاي الأخضر في الماء الساخن لمدة من 2 إلى 3 دقائق. أزيل الكيس واشربي فنجان من هذا الشاي في الصباح أو قبل وجبات الطعام. الجوافة. نظرا لفيتامين سي ونسبة عالية من الألياف، تناول الجوافة يمكن أن يكون مفيد حقا في الحفاظ على مستوى السكر في الدم، فمن الأفضل لمرضى السكر لا تأكل القشرة من الفاكهة، ومع ذلك لا ينصح استهلاك الكثير من الجوافة في يوم واحد. أوراق الكاري. أوراق الكاري هي مفيدة في الوقاية والسيطرة على مرض السكري، كما إنها لها خصائص مضادة للسكري. أوراق الكاري تحتوي على عنصر يقلل من المعدل الذي يتم كسر النشا إلى الجلوكوز لدي مرضى السكري، لذلك يمكنك ببساطة مضغ القليل من الكاري الطازجة يوميا في الصباح للحصول على أفضل النتائج. يستمر هذا العلاج لمدة 3 إلى 4 أشهر، كما إنه يساعد في الحد من ارتفاع مستويات الكوليسترول والسمنة. أوراق التوت. وقد استخدمت أوراق التوت لقرون عديدة للسيطرة على مرض السكري في الآونة الأخيرة. ذكرت مجلة التغذية إن أوراق نبات التوت تحتوي على مركبات تعزز عمل البروتينات المختلفة المشاركة في نقل الجلوكوز واستقلاب الدهون. ونظرا لهذه الخاصية الفريدة، أوراق التوت هي طريقة رائعة لخفض مستويات السكر في الدم. طريقته: نقوم بطحن أوراق التوت ونستخدم ملعقة منه على كوب ماء مغلي كل يوم على الريق. أوراق المانجو. أوراق المانجو حساسة وتستخدم لعلاج مرض السكري من خلال تنظيم مستويات الأنسولين في الدم، ويمكن أن تساعد أيضا في تحسين المادة الدهنية في الدم. انقعي من 10 إلى 15 ورقة من أوراق المانجو في كوب من الماء طول الليل، وفي الصباح يتم تصفيته وشربه على الريق. يمكنك أيضا تجفيف الأوراق وطحنهم وتناول نصف ملعقة صغيرة من أوراق المانجو المجفف مرتين يوميا. النيم. ورقه لديها عديد من الخصائص الطبية المذهلة، فالنيم يعزز حساسية مستقبلات الأنسولين، ويساعد على تحسين الدورة الدموية في الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية، ويخفض مستويات السكر في الدم، ويقلل المرء من الاعتماد على الأدوية نقص سكر الدم. قومي بشرب شاي النيم على الريق للحصول على أفضل النتائج. البقدونس. يساعد في تحسين وظائف الكبد والبنكرياس، مما يجعلها العلاج الطبيعي الفعال جدا لانخفاض نسبة السكر في الدم.
العصير المستخرج من أوراق البقدونس يمكن أن يؤخذ يوميا لتنشيط الكبد والبنكرياس مرة واحدة في اليوم لنتائج مفيدة في نقص السكر في الدم. العرقسوس هو علاج طبيعي جيد جدا لتخفيف أعراض انخفاض السكر في الدم. عرق السوس يساعد على زيادة مستويات السكر في الدم والجسم. قومي بتقطيع العرقسوس وأضيفي الماء المغلي إليه واتركيه لمدة 5 دقائق. ويمكنك شرب هذا الشاي مرة واحدة في اليوم، كما يخفف عرق السوس من التوتر المتعلق بمستويات انخفاض السكر في الدم، ويؤخذ بكميات محدودة. للذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يجب تجنب عرق السوس كما هو معروف في زيادة ضغط الدم. الحلبة تستخدم الحلبة للسيطرة على مرض السكري وتحسين تحمل الجلوكوز وخفض مستويات السكر في الدم بسبب نشاطها الخافض للسكر، كما إنها تحفز إفراز الأنسولين التي تعتمد على الجلوكوز، وتبطئ امتصاص الكربوهيدرات والسكريات، كما تبطئ من امتصاص السكر في مجرى الدم. قومي بنقع الحلبة في الماء الساخن ثم اشربيها. أيضا يمكنك شرب كبسولات الحلبة لخفض مستوى السكر في الدم. القرع المر والمعروف أيضا باسم البطيخ المر، وهو مفيد للسيطرة على مرض السكري، وذلك بسبب تأثيره على خفض السكر في الدم، وإنه يميل إلى التأثير على أيض الجلوكوز في جميع أنحاء الجسم بدلا من عضو أو نسيج معين، فإنه يساعد على زيادة البنكرياس لإفراز الأنسولين ويمنع مقاومة الأنسولين، وهكذا. القرع المر هو مفيد لكل من مرضى السكري النوع الأول والنوع الثاني، ومع ذلك فإنه لا يمكن استخدامه ليحل محل علاج الأنسولين. قومي بشرب بعض عصير القرع المر على الريق كل صباح. أولا أزيل البذور من 2 إلى 3 من القرع المر واستخدمي عصارته لاستخراج العصير. أضيفي بعض الماء واشربيه بعد ذلك. اتبعي هذا العلاج يوميا في الصباح لمدة 2 شهر على الأقل. أيضا يمكنك طبخ عدة أطباق مصنوعة من القرع المر يوميا في نظامك الغذائي. عنب الثعلب الهندي، وهي غنية بفيتامين سي، وعصير عنب الثعلب الهندي يعزز حسن سير العمل في البنكرياس. قومي بأخذ من 2 إلى 3 الكشمش الهندي وأزيل البذور واطحنيها إلى أن تصبح معجون ناعم. ضعي العجينة في قطعة من القماش لاستخراج العصير. اخلطي ملعقتين من العصير في كوب من الماء واشربيه يوميا على الريق. بدلا من ذلك اخلطي ملعقة كبيرة من عصير عنب الثعلب الهندي في كوب من عصير القرع المر واشربيه يوميا لبضعة أشهر. العرياء سيلفستر هي عشبة الشفاء الفريدة التي استخدمت لقرون في الطب الهندي القديم. تساعد البنكرياس في إنتاج الأنسولين في السكري من النوع الثاني، فإنها تقلل من الاعتماد على أدوية الأنسولين. قومي بغليها وشربها وهي ساخنة دون إضافة السكر. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتضغط لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وتشيروا الفيديو حتى الكل يستفيد. دمتم في حفظ الله وأمنه. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.